عايزه اقول لاي حد بيتابع القنوات المبتذله، القنوات السامه دي، انت اللي في ايدك تمنع السم بتاعهم انه يوصل لبيتك ولاسرتك ولاولادك، لان مشاهداتكم ليهم بيكبرهم ويدعمهم ويخلوهم يوصلوا اكتر واكتر ويتمادوا في اللي هم بيعملوه اكتر من اللازم. عايزه اقول لكم القنوات دي سبب خراب بيوت كتير جدا. اعرف ابنك او بنتك او مراتك بتتفرج على ايه بالظبط. طب في البعض هيطلع ويقول لي هم حرين، دي قنواتهم وهم حرين فيها يقدموا فيها اللي هم عايزينه. لا، هم مش حرين، لان هم مش عاملينها خاصة بيهم. هم عاملين القنوات دي للعامة، لأي حد يشوفها. يعني أنا هشوفها، غيري هيشوفها، أولادي هيشوفوها، أولادكم هتشوفها، داخل مصر هيشوفوها، خارج مصر هيشوفوها. فأنا لا، أنا لازم، أنا بقول رأيي بكل حرية. بقول رأيي إن القنوات اللي زي دي لا، بقول لها لا، بقول لها ستوب. ده رأيي وأنا حرة فيه. اللي حابب ياخد بيه أهلا وسهلا، واللي مش حابب براحته. لا ستوب. انتوا كلكم غلطات، كلكم قنوات فساد، كلكم قنوات غير أخلاقية بالمرة. بتصدروا للعالم وبتصدروا لأولادنا حاجات بعيدة عن قيمنا وعن أخلاقنا وعن مجتمعنا، وحاجات جديدة علينا في سبيل ان انتوا تاخدوا فلوس، في سبيل ان قنواتكم تكبر. فانا من حقي ان انا اقول رأيي، ومن حقي اقول ان الموضوع ده مضايقني، ومن حقي ادافع عن المصريات المحترمات، المصريات اللي فاتحة قنوات هادفة، قنوات مفيدة. فلا، انا لازم اقول رأيي، لان الموضوع ده زاد عن حده جدا، وقنوات قنوات كتير بقت مالية المنصة مش كويسة. فده رأيي بكل صراحة. يا صباح الورد والجمال على عيونكم، او مساء الفل على حسب التوقيت اللي هتشوفوني فيه. وحشتوني جدا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، فيديو مختلف عن الفيديوهات اللي بنزلها على القناه. حبيت ادردش معاكم فيه، وحبيت اخد رايكم. فياريت تتابعوا الفيديو معايا للنهايه، وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم بكل صراحه. وتقولوا لي رايكم ايه في الفيديو ده، وهل انا صح ولا مأفورة شوية، ولا الفيديو عجبكم ولا لأ. اكتبوا لي كل حاجة بصراحة في الكومنتات. يلا مستنية رأيكم. وكالعادة قبل ما نبدأ نسمي ونصلي ونبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا حلوين، أنا وقت فراغي بحب أخصصه أو أخصص جزء منه لليوتيوب. أحب أخش أتابع الترندات، أتابع كل جديد خاص باليوتيوب، الجديد، التحديثات، كل حاجة خاصة باليوتيوب. وكمان أنا حباكم إن انتوا تعملوا كده، إن انتوا في وقت فراغكم تخصصوا وقت معين فيه تتابعوا كل جديد، كل التحديثات اللي بتنزل، لأن في تحديثات بتنزل باستمرار. فعايزاكم تتابعوها علشان تفيدوا قنواتكم، وكمان انتوا تستفادوا. ولكن يعني لفت نظري الترندات، ترندات للقنوات وخاصة القنوات المصرية بالذات. فبلاقي بعض من اليوتيوبرز عايزين يعملوا ترندات بأي شكل من الأشكال، عايزين يوصلوا برضو بأي شكل من الأشكال، عايزين يجذبوا متابعين. الترند بقى ايا كان نوعه. يعني بلاقي واحده من اليوتيوبرز نزلت ترند خاص بيها على قناتها، يبقى لازم كل اليوتيوبرز يعمل زيها. يبقى ده هيبقى الترند بقى بتاع الشهر ده، او الترند بتاع الاسبوع ده بتاع الفيديوهات بتاعتنا. يعني على سبيل المثال ترند الحمل. يعني لو يوتيوبر من اليوتيوبرز حملت، يبقى الكل لازم يحمل. مش عارفه اقول لكم ايه والله العظيم. يبقى كله لازم ينزل فيديوهات عن الحمل. لو يوتيوبر نزلت وكشفت وقالت ان هي حامل، فبيجي بعدها تاني يوم جميع اليوتيوبرز، مش الجميع، قلة منهم يعني، يبقى انا لازم انزل بكرة فيديو. يوتيوبرز انزل فيديو اقول فيه ان انا حامل. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى فيديوهات الترند بتاعت الحمل بتبقى مجالها ايه. وخدوا بقى سلسله من الفيديوهات عن الحمل ده. بتبتدي بقى ازاي هي بتتعب وبتروح للدكتور وبتاخد، بتصور كل تفاصيل الحمل، سواء بقى من اول الوحم او التعب او هي محتاجة ايه، وبتروح للدكتور، وكل ده بيتصور
وبينزل على قنواتهم، فده بيبقى الترند. ونخش بقى في موضوع جديد، هي بتنزل بقى تجيب هدوم البيبي وغير هدوم البيبي، كيفية تجهيز غرفة البيبي الجديد اللي جاي. نخش بقى بعد كده على فيديو جديد، ما انا بقول لكم سلسلة فيديوهات. نخش بقى على الفيديو الجديد، حفل الجنس المولود، بدون مراعاة لشعور الأسر المصرية، أو السيدات اللي نفسها ربنا يقر عينها بطفل، بدون مراعاة للظروف اللي احنا عايشينها اليومين دول. صرف وبهرجة على الفاضي ومصاريف ملهاش أي لازمة. شوفوا انتوا بقى اليوتيوبرز الكبار بيعملوا حفلة جنس المولود بيكلفوها قد ايه، في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، وفي ظل ان في ناس كتير قوي محتاجة. تعالوا بقى شوف لما بيجوا يحضروا شنطة البيبي او بيجوا يحضروا غرفة البيبي، وكل حاجات خاصة بالحمل وكل حاجة خاصة بالولادة. وتخش بقى سلسلة من الفيديوهات. وبلاقي برضو بعض من اليوتيوبرز مخصصين للكذب، يعني تطلع مثلا في ترند الحمل تقول انا حامل، وتعمل بقى سلسلة فيديوهات بالحمل وما ادراك ما الحمل بقى، والولادة والفلوجات وكل حاجة خاصة بالحمل. وفي الاخر خالص بعد اسبوع، بعد كام فيديو كده تنزله تكسب من وراه، تقول فقدت البيبي، او البيبي الله يرحمه، او اي حاجه، يعني تخترع اي حاجه بعد ما تكون عامل السلسله من الفيديوهات جذبت ليها متابعين، وفي نفس الوقت حققت ارباح من الكلام. ولو جينا برضو لميعاد الولادة هنبص نلاقيهم برضو بيصوروا أدق التفاصيل، دخولهم غرفة العمليات، الولادة نفسها، بعد خروجهم من غرفة العمليات والبيبي وصحة البيبي وصحتهم والكلام ده، وخروجهم بقى البيت بتاعهم، يعني حاجات ملهاش أي لازمة. نيجي برضو يعني بعد طبعا ما اليوتيوبرز بقى لازم بقى تعمل احسن سبوع موجود على اليوتيوب، فبيتفننوا ازاي يعملوا سبوع للمولود بطريقة مستفزة، بطريقة غريبة جدا، بطريقة يعني فيها صرف زيادة عن اللزوم، فيها اسلوب استفزاز انا عن نفسي لما بتفرج على حاجة زي كده وبخش اشوف المتابعين بيقولوا ايه، بحب اقرا التعليقات طبعا على حاجه زي كده. بلاقي ان للاسف اكتر التعليقات اللي بتيجي سلبيه بتكون خارج مصر، من بره. في تعليقات مش قادره اقول لكم فيها اساءه للمصريات، اساءه لينا، واساءه للبلد نفسها. واحنا عايزه اقول لكم احنا مش كده. عايزه اقول لاي حد بيعلق من خارج مصر، مش دول المصريات، دول ما بيمثلوش المصريات، دول قله قليله على اليوتيوب عايزين يوصلوا بأي طريقة كان، عايزين يوصلوا ويركبوا الترند برضو بأي طريقة كان. بيعرضوا أدق التفاصيل اللي ما يصحش إنها تتعرض على قنواتهم. فدول مش المصريين يا جماعة، دول مش المصريين خالص. برضو ده خلص ترند الحمل والولادة والاستفزاز، يعني وعرضهم لأدق تفاصيل حياتهم بطريقة مقززة. نيجي لتاني حاجة برضو دي لفتت نظري جدا، هو ترند الطلاق. لو واحدة اتطلقت لا قدر الله، ابص الاقي بقى فيديو تاني في قناة تانية انها اتطلقت، وهكذا سلسلة بقى من الفيديوهات لقنوات مختلفة انها اتطلقت. انا مش فاهمة يا جماعة، يعني انا مش فاهمة. طب احنا مالنا احنا كمتابعين؟ انا مش هتكلم ان انا صاحبة قناة على اليوتيوب، طب احنا كمتابعين لو حبينا نتابع يعني، احنا مالنا؟ احنا مالنا او ايه ذنبنا لما حضرتك تطلعي تعملي فيديو طويل عريض انك انت اتطلقتي، ان زوجك فيه عيوب الدنيا كلها، ان زوجك مش محترم، ان زوجك يعني مش كويس، ان زوجك اختيارك كان غلط من البداية. طب ما ده هيسيء ليكي ولزوجك ولأولادك ولليوتيوبرز المصريين والمصر نفسها. احنا يعني انا عايزة اسأل سؤال، هو انت لما كأي يوتيوبرز يعني لما تطلعي تقولي ان انت اتطلقتي او انفصلتي عن زوجك لأي سبب ما، من غير خشة ولا حياء بيطلعوا يقولوا هم انفصلوا ليه، بيطلعوا يقولوا يعني عايزة اقول لكم ادق التفاصيل، ادق التفاصيل في حياتهم. طيب انا مع احترامي ليكي، احنا يعني احنا ذنبنا ايه نعرف، او احنا مالنا نعرف؟
انتي انفصلتي عن زوجك ليه؟ دي برضو من الترندات اللي استفزتني ولقيت عليها تعليقات يعني مش قادرة اقول لكم، إساءة للمرأة المصرية بطريقة يعني كبيرة جدا، بطريقة وحشة جدا. أنا لما أطلع أسوق سمعة جوزي أو أسوق سمعتي، ده أنا عندي أطفال بعد كده، لما يكبروا لو هم صغيرين ويشوفوا الفيديو ده في يوم من الأيام هيقولوا عليا إيه؟ طيب انا لما اطلع اسرار بيتي بره، اكيد في ناس هتبقى زعلانه علشاني، وفي ناس هتفرح لحاجه زي كده. اكيد في ناس بتحبني وفي ناس بتكرهني، في ناس مستنيالي الغلطه، مستنيالي اي كلمه غلط هقولها. فيا جماعه راعوا شويه، راعوا شويه، وارجعوا كده لعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا اللي احنا افتقدناها دلوقتي. ويعني بقينا كل حاجه، اي فكرة، اي مشكلة، اي كارثة عندنا بنطلع ونقولها على الملأ قدام الناس كلها، ومش مراعيين ان مش داخل مصر بس، ده بيشوفك اي صاحب قناة او صاحبة قناة، العالم كله بيشوف قناتك. فاحنا يا ريت يا ريت يعني نتقي الله شوية، نتقي الله، مش علشان نركب الترند نقول اسرار بيوتنا، نحكي كل تفاصيل حياتنا. كل ده غلط يا جماعة، كل ده لا أخلاق ولا دين بيسمحوا لنا بكده، بل بالعكس، ده احنا بنسيء لنفسنا وبنسيء لبلدنا. والله والله أنا بقعد حزينة جدا ومتضايقة جدا من التعليقات اللي بتيجي من خارج مصر على المصريات. اليوتيوبرز المصريين بيتقال عليهم كلام مش كويس، وأنا بوضح لهم من خلال الفيديو ده إن مش كل المصريات بتعمل كده، دول قلة قليلة، قلة قليلة. ولكن المصريات محترمات، المصريات عندها دين، عندها أخلاق. فلا يا جماعة، أنا مش عايزاكم تاخدوا فكرة وحشة عننا، زي ما في محتويات هابطة، محتويات ملهاش أي لازمة على اليوتيوب غير إنها تسوق سمعتها وسمعة بلدها علشان تكسب أكتر. في محتويات هادفة، في محتويات ناجحة جدا، محتويات محترمة، محتويات محترمة، محتويات عندها هدف، عايزة يعني تعمل صداقات، عايزة تفتح قناة تفيد بيها الناس وهي كمان تستفاد في نفس الوقت. قنوات على فكرة في قنوات هادفة كتير ناجحة، وفي قنوات يعني نفسها توصل هادفة، نفسها توصل لأكبر عدد من الناس، وان شاء الله هتوصل باذن الله، لان ربنا ما بيضيعش تعب حد. برضه من ضمن الترندات اللي تضايقك وتخليك يعني مش مئز، ويعني على فكره لما بشوف الحاجات اللي زي دي بتجيب لي احباط. انا نفسي بيجي لي احباط، ما ببقاش عايزه اشوف اليوتيوب تاني، او عايزه اشوف القنوات دي تاني. وبالفعل انا لما بكون متابعه قناه من القنوات او مشتركه فيها والاقيها زادت عن حدها، والاقيها يعني محتواها بقى صعب جدا ان انت تشوفيه او تخلي حتى اولادك تشوفه، لان طبعا الاولاد معاهم الموبايلات وفاتحين اليوتيوب وفاتحين النت، ويظهر قدامهم محتويات بالشكل ده، محتويات ملهاش اي لازمة. برضو من ضمن الترندات برضو اللي لفتت نظري في فترة طويلة اللي هي المشاكل الأسرية، مشاكل العائلات مع بعض. يعني نلاقي عيلة واحدة فتح كلهم فاتحين قنوات على اليوتيوب، وكل واحدة متخانقة مع التانية في العيلة دي، أو والله ساعات بتوصل للإخوات كمان، بتطلع تقول كلام مش كويس على أختها، تطلع تقول كلام مش كويس على حد من عيلتها. ابص الاقي الاخ مخاصم اخوه وطالع يجرح فيه بطريقه صعبه جدا، صعبه انها تتقال، لا دينيا ولا اخلاقيا ولا ربنا وصانا بكده. الاقي اليوتيوبرز من دول متخانقه مع مامتها او باباها، او متخانقه مع اختها او مع اخوها او حد من العيله. اخوات يا جماعه، والله تخيلوا انهم بيوصلوا المشاكل بتوصل لحد الاخوات. وللأسف كل أخت من دول لها قناة على اليوتيوب، أو كل أخ من دول ليه قناة على اليوتيوب، أو لو أم أو لو أب، مش قادرة أقول لكم الخناقات كتير جدا، وكل واحد بيطلع للتاني مساوئه، ويعني بيجرحوا ببعض يا جماعة. يعني الإخوات نفسها بتطلع على اليوتيوب تشتم، لو اخت زعلانه مع اختها بتطلع تشتمها، تطلع تقول مساوئها، تطلع تقول كانت ايه وبقت ايه دلوقتي، بقت ايه لما ربنا اداها.
ما بقتش عارفانا. لما ربنا اداها وكبرت على اليوتيوب بقت ما بتشوفناش، ما بتزورناش، بتشتمنا، بتقل ادبها علينا. بيوصل كمان للعقوق، الاقي الابن عاق امه او عاق ابوه وطالع عادي كده على اليوتيوب ويشتم في مامته، يشتم في باباه. انا ياما عملت، انا ياما سويت، ابويا وامي دول ما عملوش معايا حاجه خالص، ابويا وامي دول كذا، ابويا. بصوا يا جماعه، يعني للأسف اليوتيوب اتحول لمنصة للألفاظ وللشتايم البذيئة وانعدام الأخلاق. دلوقتي أي يوتيوبرز متضايقة من حد أو متضايقة من حد من عيلتها، تخيلوا القرايب تطلع وتشتم وتقول كل اللي هي عايزاه على القناة بتاعتها، بحيث انها يعني كده بتوصل رسالة، يعني هي بتوصل رسالة للي متضايقة منه، فبتطلع على قناتها وتبتدي بقى تقول اللي هي عايزاه. عايزة اقول لكم البعد عن ربنا يعمل اكتر من كده. مش علشان نجيب فلوس نجيبها غلط، مش علشان قناتنا تكبر نعمل اللي انا بقول لكم عليه ده. لا والله يا جماعة، عايزة اقولك لا قدر الله، لا قدر الله، بعد عمر طويل احنا اكيد مش هنخلل، يعني كلنا هنموت. انت هتموتي لكن قناتك دي باقية. فخلي اللي يشوف قناتك وانت مش موجودة، يعني وانت من ايادي ربنا، خلي اللي يشوف قناتك يدعيلك، يقول ان محتواكي هادف، ان محتواكي كويس، ان محتواكي محترم. لا قناتك هتنفعك ولا الفلوس اللي جايلك منها الدولارات هتنفعك. هو دلوقتي عامة بقى بالمصري. خلاص يوتيوب التحديث الجديد بتاعه استلام الأرباح هيبقى بالجنيه المصري. ولو برضو أيا كان، فخلي اللي يشوف قناتك وانتي مش موجودة وانتي مش عايشة في الدنيا معانا يترحم عليكي، يقول ان كنتي انسانة محترمة، ان قناتك كانت محترمة، قناتك كانت هادفة، كانت بتفيد ناس كتير. يعني اكيد اللي هتبقي محتاجاه وانت في القبر بتاعك اكيد عملك، والحاجة اللي انت بتقدميها للناس هل هي مفيدة للناس ولا هل هي مؤذية للناس. الترند الجديد بقى اليومين دول واللي انا مستغربه له جدا العمرة. تقريبا نص اليوتيوبرز على اليوتيوب طالعين يعملوا عمرة. والله بعض القنوات فعلا انا ضحكت من انهم طالعين يعملوا عمرة وهم مش فاهمين اي حاجة عن العمرة او عن الاحرام نفسه او شروط العمرة ايه او اي يعني. دي مناسك دينية يا جماعة، يعني ما فيهاش هزار، ما فيهاش لعب، ما فيهاش حاجة. لا بالعكس. بقول لحضراتكم نص اليوتيوبر طالعين اليومين دول يعملوا عمرة. للأسف البعض منهم مش طالع علشان العمرة نفسها، ولكن طالع علشان يصور. يعني انت دلوقتي طالع العمرة علشان تبقى دي يعني مش قادرة اقول لكم يعني. مش متخيلة حد طالع العمرة وماسك الكاميرا عمال يصور نفسه وهو يعني بيطوف مثلا او هو بيقدم مناسك العمرة، او يعني انت دلوقتي مع ربنا، المفروض ان انت دلوقتي في طاعة وعبادة دينية مع ربنا، يعني بتقفل الكاميرا وبتنسى اليوتيوب، بتنسى النت، بتنسى الدنيا كلها، بتنسى التصوير، بتنسى كل حاجة. ولكن من اول يعني اقول لكم ايه، من اول تحضير الشنط بينزل فيديوهات، من اول تحضير الشنط، من اول ركوب الطيارة والاكل في الطيارة ونزولي من الطيارة ودخولي الفندق وبعد كده بقى هنزل بقى وهزور مش عارف ايه وهلبس ايه وهنزل بقى، وحتى من امام الكعبة التصوير شغال، في المسجد النبوي التصوير شغال، في اي جزء خاص بمناسك العمرة التصوير شغال. يا جماعة الحج والعمرة عمرهم ما كانوا تجارة أو كانوا تصوير بدون إفادة أو للترند أو للشو. يعني ده نفاق ورياء. ده لا يصلح ان هو يتقال عليه ان طالع يعمل عمرة او انها طالعة تعمل عمرة او تحج. ده نفاق ورياء بكل بساطة. والله الواحد بيتمناها، بيتمنى انه يزور بيت الله الحرام ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هيبقى في قمة سعادته. ده تقريبا اول ما الواحد يسمع الخبر انه هيطلع عمرة
بيترك كل حاجة وراه، بيترك كل حاجة في ايده، بينسى الدنيا وما فيها. يا الواحد ما بقاش مصدق انه فعلا طالع يعمل عمرة. ما بقاش في دماغه تصوير، ما بقاش في دماغه كاميرات، ما بقاش في دماغه ازاي انزل، يعني النهارده هنزل فيديو ايه على قناتي، النهارده هعمل ايه على قناتي، انا لفيت هنا يبقى هصور، انا رحت هنا يبقى هصور. ازاي؟ دي علاقة بينك وبين ربنا. انا بكلم اي يوتيوبرز راح تعمل عمرة بغرض الشهرة، بغرض الفلوس، بغرض قناة اللي انت عاملاها. لا لا، المناسك الدينية دي بالذات ما فيهاش هزار، ما فيهاش ان انت راح علشان تصوري، ان انت عشان توري الناس انت طالعة عمرة، عشان توري الناس ان انت يعني ايه اللي هتعمليه، وايه اللي هتلبسيه، وايه اللي هتاكليه، والفندق اللي هتقعدي فيه، والفسح هناك، والخروج والمحلات. انت مش رايحة، او مثلا مش رايحة ملاهي، او مش رايحة حديقة عادية عامة خارجة فيها، او مش رايحة مول تصوري فيه. لا، انت رايحة بيت ربنا، رايحة تغسلي نفسك من الذنوب، رايحة تدعي ربنا انه يوفقك، رايحة يعني تغسلي نفسك من جوه قبل بره. يعني مش رايحة علشان تصوري، علشان تنزلي فيديوهات على قناتك. لا يا جماعة، اللي بيحصل ده غلط. والله انا كل شوية الاقي ترندات غريبة، ترندات عجيبة جدا. والله انا مش قادرة اقول لكم. انا بيجيلي احباط، بيجيلي وقت من الاوقات اقول لا، الواحد يترك المنصة دي اصلا علشان اللي بيشوفه. يعني بصراحة، وبخش كمان على التعليقات على اي فيديو من الفيديوهات اللي انا بقول لكم عليها دي، بلاقي تعليقات كتير جدا سلبية سلبية سلبية، ضد اليوتيوبرز المصريين، ضد المصريات عامة. وكلام كويس مش بيتقال في حقنا. عايزة اوضح لكم، عايزة اوضح لاخواتنا لو حد بيشوفني من بره، المصريات مش كده، المصريات محترمات جدا، القلة قليلة. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، احنا ناس بنخاف ربنا، ناس اهم حاجة عندنا اخلاقنا وديننا. آه، دول بقى انا مش عارفة اقول عليهم ايه بصراحة، اللي هما بيسيئوا لنا. يعني بيسمحوا كل فيديو ورا التاني انه فعلا، ويثبتوا للي عايز يقول تعليق سلبي يقوله من خلال فيديوهاتهم البذيئة بصراحة. يعني انا واحدة من المصريات اللي لما بشوف الفيديوهات دي فعلا لا ببقى متضايقة جدا، وببقى مش حابة كده، ومش حابة يتقال على المصرية الكلام دوت، او على بلدي كلام مش كويس. لا، عايزة اقول لكم كمان زي ما في محتويات مش كويسة كده، في محتويات محترمة، محتويات هادفة، بس هي للأسف مش متشافة، لان دول هم اللي متشافين. دول في ناس عايزة كده، عايزة القنوات اللي البذيئة، القنوات اللي هي غير أخلاقية هي اللي تنجح، هي اللي تبقى على الوش، علشان تأثر علينا وعلى مجتمعنا وعلى أخلاقنا وعلى أولادنا. ولكن احنا برضو لسه فينا حتة جميلة، لسه فينا حتة محترمة، لسه فينا أخلاق. فمش كلنا كده، ومش كل القنوات كده. وعايزة أقول للناس اللي هي لسه صغيرة أو لسه فاتحة قنوات وبادئة، ما تزعلوش يا جماعة وتقولوا إن قنوات الهلس، القنوات اللي ملهاش لازمة، القنوات الغير هادفة هي اللي ناجحة. لا، إن شاء الله بإذن الله القنوات الهادفة هي اللي هتبقى ناجحة، وهي اللي جاية هي اللي هتستمر. علشان كمان القنوات اللي هي اللي مش كويسة اللي بنقول عليها دي، كتير جدا من متابعينهم عرفوهم على حقيقتهم، في كتير جدا لغوا الاشتراكات، في كتير جدا فهموهم، وفهموا هم ازاي بيسيئوا لبلدهم، وبيسيئوا لنفسهم قبل بلدهم. ف يعني بصراحة الفيديو ده أنا حبيت أعمله علشان يعني عايزة أنصح المتابعين، أو الناس اللي هي بتحب تتابع القنوات اللي هي غير أخلاقية، أو القنوات اللي كلها مشاكل، القنوات الترندات الفيك، الترندات اللي ملهاش أي لازمة، الترندات المسيئة لينا ولبلدنا. حاولوا يا جماعة، حاولوا ما تساعدهمش على كده. اصل متابعتك ليهم او متابعتك ليهم بتزيد، بيخليهم يزيدوا ويتمادوا اكتر واكتر في فيديوهاتهم اللي
اللي انا شايفاها ملهاش اي لازمة على الاطلاق، غير انها ضحك على الدقون، غير انها تستفز الناس، تستفز اي حد متابع، سواء صرفهم ببذخ او سواء ركوبهم الترند. انا ذنبي ايه كمتابع؟ بلاش كمتابع يظهر قدامي على منصة اليوتيوب محتوى لقناة ما، محتواها انهم قاعدين بياكلوا 24 ساعة في اي مكان في الشقة، بطريقة مقرفة، طريقة مقززة، طريقة مسيئة لمجتمعنا، طريقة يعني مش قادرة اقول لكم انا ذنبي ايه يعني. وعايزة اقول لكم للأسف ان المحتويات دي ترند، للأسف الشديد محتويات دي ترند. طب ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش فاهمة بصراحة يعني، ده ايه ده ولا ده من ايه يعني؟ بصراحة مش عارفة، مش عارفة اقول لكم ايه ولا. في كمان للأسف بعض القنوات اللي بتروج لألعاب القمار، عايزة تجذب الشباب إنهم يلعبوا قمار ويخشوا في مضاربات وفي حاجات كتير غلط، حاجات كتير دخيلة على مجتمعنا، حاجات بعيدة عن قيمنا وأخلاقنا. عايزين يغسلوا عقول الشباب، عايزين يحولوا الشباب من شباب متدين، شباب ملتزم، لشباب يعني منفتح أكتر على العالم، شباب بكل تفكير وهم يبقى في الفلوس وبس. مش عارفة بصراحة هم عايزين يوصلوا بينا لحد فين. فكل اللي أنا عايزة أقوله لهم ارحمونا، ارحمونا بقى، وارحموا أولادنا، وارحموا نفسكم. وكمان من ضمن الترندات اللي مستفزة، اللي بتستفزني أنا شخصيا، ترند أو فيديوهات المقالب، مقالب أيا كان نوعها. والله ساعات المقالب دي بتتحول لكوارث، مش مقالب بس، بتأثر، يعني بتأثر على أولادنا بطريقة غريبة جدا. يعني أنا بنبص نلاقي أولادنا عايزين يقلدوهم في اللي بيعملوه، سواء كان غلط أو سواء كان صح. مش من ورا الفيديوهات دي الفلوس وبس، الشهرة وبس. مش مشكلة بقى لو طفل قلدهم او لو حد قلدهم، ممكن المقلب ده يأثر عليه في ايه او يأثر معاه في ايه. فعايزة اقول لكم برضو من ضمن الفيديوهات المستفزة جدا والترندات بقى بتعلى مع المشاهدات، اللي هي المقالب ايا كان نوعها. فعلا فيديوهات صعبة جدا، بشوف مقالب صعبة جدا في قنوات كتير، وللأسف يعني مش كويسة، وبتأثر على الأولاد كمان بطريقة مش كويسة خالص. وكان برضو آخر المقالب اللي شفتها صاحبها أو اليوتيوبرز اللي عمل المقلب ده اتحبس بسبب، أنا مش هذكر اسمه طبعا ولا اسم قناته، اتحبس فعلا ومازال عنده قضية وخرج بكفالة، واتبهدل في الحبس بتاعه خارج ما يعني. مش هو اليوتيوبرز اللي كنت اعرفه يعني، بسبب المقلب اللي عمله. عمل مقلب صعب جدا، مقلب يعني خلى اسرته تنهار، واساء فعلا لنفسه ولبلده في نفس الوقت، لانه سمع بره جامد المقلب ده، وفي الاسف جه على دماغه وجه على سمعته، وعنده قضية متأجلة لا، لا يا جماعة، يعني اللي بنشوفه ده مهازل بصراحة. كل ده علشان الفلوس، كل ده علشان الشهرة. فنراعي ربنا شوية ونتقي الله شوية في المتابعين وفي نفسنا وفي أولادنا وفي بلدنا، يعني يتقوا الله. وفي نهاية الفيديو بتمنى تكون رسالتي وصلت ليكم، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. يعني هل انتوا زي كده متضايقين من اللي بيحصل على منصة اليوتيوب، ولا عادي مش فارقة معاكم؟ اي قناة بتتابعوها وخلاص. قولوا لي رأيكم في اليوتيوبرز، بعض من اليوتيوبرز المصريين بيعملوه. وده يعني كان فيديو خفيف كده، حبيت ادردش معاكم فيه، لان انا فعلا كنت متضايقه من اللي بشوفه، ومتضايقه من الفيديوهات فعلا والترندات اللي بتقابلني. فيلا بقى اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي رايكم في الفيديو، واتمنى لكم كل خير وكل صحه وسعاده باذن الله. ما تنسوش اللايك الجميل، ولو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير بقى يا بنات على قد ما تقدروا. واترككم في رعاية الله، مع السلامة.